السلام عليكم يا بنات، مساء النور. هسه عملنا ملعقتين كبار بتوع دقيق، شفتوهم؟ هنحركهم مع ملعقتين صلصة. عشان شنو؟ حنضيفوهم، شفتوا؟ حنضيفوهم من الحريرة، وبعدين حنكب الصلصة الطبيعية. ماشي كده. انا بضيف الموية وبحرك، يعني ما تكونش موية كتيرة، لكن بحرك لما خلاص ما يبقى فيه ولا يعني ولا بقع ولا شيء. ممكن اصفيها من المصفى وحاجات عشان يبقى ظابط. وبعدين هنضيف شوية من الكزبرة مع الكرار، يعني الربيع احنا نقوله في المغرب الربيع. ما شاء الله تبارك الله تعرفوا الحاجات دي. في السودان قاعدين نستعمل كزبرة ناشفة حبوب. قاعدة نجي ما شاء الله. هذه عندي صاحبتي مغربية اسمها امل، ما شاء الله يحفظها الله يديها العافية. كنا دايما بنسوي لك بنجيو البيت عندي وبنسوي انا وياها في شرق النيل. والله يا امل مشتاقة لك الحبيبة، ربنا يحفظك ويغطيك يا رب العالمين، ونجتمع تاني. كمان عملت انا وياها طنجية مرة، عملنا طاجن بالدجاج، عملنا ما شاء الله. هكذا كان بيناتنا ساي، يعني كانت قاعدة كده قاعدة مغربية ما شاء الله. حاجة كده حلوة تبارك الله. يلا هسه حخلط كويس، بقوم اصفيها لما يزحوا منها كل البقع. بعدين بقوم شنو شفتوا؟ ما يكون فيها ولا حاجة، تكون ناعمة تبقى زي المديدة. بعدين بكبها هنا وبعمل شوية من الشعرية ملعقتين، وشوية من ده ومن الصلصة جاهزة ما شاء الله. يديكم العافية حبيباتي، حنتمها واوريكم النتيجة.